مساء الخير. من طلبات المتابعين بتوعنا ان احنا نحلل اموك. مبدئيا كده الاسعار هتلاقيها عندك هنا على اليمين، علشان احنا كل مره بنقول الكلام ده، فارجو ان انت تشوف الفيديوهات الباقيه وتتاكد ان فعلا تحليلاتنا على المدى البعيد بتكون سليمه. لان الفيديوهات اللي نازله هتلاقيها بتواريخ قديمه، وتابع الاسعار. شوف الاسهم دلوقتي فعلا وصلت اللي احنا قلناه ولا لا. هتلاقي ان بفضل الله اغلبهم فعلا وصل للي احنا قلناه. فخلينا نحلل اموك. هتلاقي عندنا في اموك هنا منطقه قويه جدا، السعر ارتد منها، وعايزين نعرف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل في اموك. الاتجاه العام بتاعي صحيح صاعد، ولكن هو عندي هنا حصل حالة من زي ما نقول كده التشبع الشرائي بالنسبة للتحليل الفني المبدئي. الرأي اللي احنا بنقوله هنا ده رأي التحليل الفني، مش رأي شخصي ولا حاجة، ولكن وجهة نظر التحليل الفني في الحالات اللي بتكون زي كده بتكون ان احنا المنطقة دي السعر ارتد منها قبل كده. فزي ما السعر قبل كده طلع وصل لحد المنطقة دي ونزل، فهو بالتالي الاحتمال الأكبر إنه زي ما طلع ينزل. ولكن احنا عايزين نعرف بقى هو هينزل هل على المدى القريب ولا المدى البعيد. ده اللي احنا نبدأ نحلله من الفريمات الصغيرة شوية عن الفريم الكبير اللي احنا باصين عليه، اللي هو الفريم الأسبوعي اللي موجود عندنا تحت. طيب خلينا نبص كده، هنلاقي إن عندنا هنا السعر كان ماشي في المنطقة أو في القناة السعرية اللي عندنا دي. واحنا بنقول قناة سعرية مش بالضرورة ان السعر يحترمها او ان احنا نرسمه بالظبط، ده بيبقى ماركت رينج او المدى السعري بتاعنا. هنلاقي ان السهم بتاعنا هنا في عندي منطقة اللي هي المنطقة الصغيرة اللي هنا دي، السعر كسرها. كان عندي السعر ماشي في المنطقة دي كده، وبعد كده رجع كسرها بنزول هنا، ورجع ارتد تاني. وبعد كده الاحتمال اللي يحصل يا اما ينزل يا اما يصعد. ده اللي هنشوفه من الفريم الاصغر. فخلينا نفتح الفريم الاصغر من ده شوية ونبص. هنخش على الفريم اليومي. هتلاقي ان برضو السعر عندي عمل هنا قمتين متساويتين، اللي هما القمتين دول المنطقة دي. خلينا نشاور عليهم، المنطقة دي والمنطقة دي السعر اتساوى فيها. اذا انا بالنسبة لي دلوقتي السعر ماشي في اتجاه عرضي. خد بالك انا متعمد اني احلل اموك لان هو تحليله صعب شوية على الوضع اللي هو فيه ده. مش من التحليلات السهلة حاليا. فانا عندي هنا السعر متساوي، ولكن الاحتمال الأكبر دلوقتي هيكون لصعود ولا لهبوط. هو ده اللي بيحير الناس. بالنسبة لي أنا اللي بحترم الفريم الكبير. فأنا ببص هنا بلاقي إن السعر كسر لي المنطقة دي وهبط، وبعد كده ده ارتداد. وارد جدا الاحتمال الأكبر إن السعر يهبط تاني. بنأكد ده إمتى؟ لما يخرج بره المنطقة العرضية اللي هو ماشي فيها دي، اللي أنا بشخبط عليها. شايف المنطقة دي؟ السعر لو خرج براها فمعنى كده إنه هيطلع لفوق، ولو نزل منها معنى كده إنه هينزل لتحت. ولكن حتى لو خرج براها فالطلوع بتاعي او الصعود مش هيبقى صعود قوي ولا حاجه. هيبقى بدأ يخرج، او بدأت انا اتاكد من الاشاره معلش انا اسف الصوت قطع. من الاشاره الفعليه عند سعر 10 يوصل معايا لسعر 11. فانت تبدأ تتأكد من ده بعد ما يكسر او ما يعدي سعر 10 وربع تقريبا. نبدأ نقول ان السعر فعلا هيوصل معايا احتمال لحد 11. طيب خلينا نبص كده على الفريم الاصغر من ده شويه. احنا عاملين الكوميونتي طبعا. في كوميونتي احنا عاملينه طبقا او يعني بعد طلبات ناس كتير قوي ان احنا نتجمع عليه ونقدر ان احنا نتفاعل عليه، ونقدر نقول ايه التحليلات اللي نازله خلال الاسبوع وايه افضل الصفقات اللي بتنزل، ونقول النظره الفنيه ووقف الخساره بتاعنا ممكن يكون فين كاحتمالات كتحليل فني، واخد الارباح بتاعتنا هيكون فين. وعاده احنا بنستهدف دايما ان خسارتنا هتكون نص المكسب اللي احنا نقدر نقول عليه. يعني مثلا احنا ممكن نقول ان احنا نخسر في السهم جنيه مقابل ان احنا نكسب فيه 2 جنيه، بحيث ان دايما تكون مكاسبنا اعلى من الخسائر. فاللي عايز يخش او ينضم معانا على الجروب بتاعنا اللي احنا عاملينه، هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الجروب بتاعنا مش جروب تليجرام زي ما الناس بتعمل والكلام ده. لا احنا عاملين كوميونتي كامل موجود على ابلكيشن اسمه ديسكورد. ده طبعا اللي هيخش
هيشرح له شرح وافي ليه. فاللي عايز ينضم لينا احنا حاطين مبلغ رمزي كده للاشتراك السنوي كرسوم انضمام، بس اللي عايز ينضم لينا نقدر نحلل ونتفاعل مع بعض ونتناقش في الاسهم والوضع المالي والكلام ده كله. هتلاقوا طبعا اللينك بتاعنا في الديسكريبشن تحت بتاع التليجرام، عن طريقه هندخلك على الكوميونتي بتاعنا في الديسكورد، بحيث نقدر نتفاعل مع بعض ونديك افضل التحليلات على مدار الاسبوع والرأي الفني في الصفقات. طيب نرجع تاني نفتح الفريم الاصغر اللي هو فريم الساعة كده ونبص فيه، هنلاقي ان انا عندي في موفينج افريج او متوسطات سعرية اهي. انا دايما برشح يا جماعه ان انت تستفيد وتتعلم، عشان كده بقول لك اتفرج على كل الفيديوهات اللي موجوده. الهدف مش بس ان انت تاخد صفقه وخلاص، الهدف انك تفهم احنا بنقدر ازاي نعرف السوق ماشي. مش عايز يبقى الموضوع بالنسبه لك زي ما كل الناس عماله تبيع وبتاع وكلام من ده، لا احنا الهدف بالنسبه لنا ان انت تستفيد. احنا لو الهدف بالنسبه لنا ان احنا نلم ارباح او كلام من ده، احنا كنا يعني ما شرحناش، كنت تخش كده الصفقه دي وخلاص. لكن احنا الهدف عندنا ان الناس تقدر تفهم احنا بنحلل الصفقات او الدخول بتاعنا بيكون على اساس ايه، وتبقى الاستفاده بتاعتك استفاده كتعليميه بالتفاعل الفعلي او بالممارسه، مش ان انا بشرح لك شرح البسيط وخلاص. فيهمني جدا ان انت تشوف باقي الفيديوهات وتتاكد بنفسك ان فعلا التحليل الفني ده حاجه شغاله وحاجه تقدر ان انت تعمل منها فلوس. طيب خلينا نكمل. هتلاقي ان انا عندي السعر تحت المتوسطات السعريه، اذا انا الغلبه عندي في الحاله دي هيكون للهبوط، يعني انا الاحتمال الاكبر عندي للهبوط. وتاكد ان مفيش حد عارف التحليلات او عارف السعر يتجه لفين 100%، والا كان زماننا كلنا عملنا ملايين يعني. فاحنا بنجتهد ان احنا بنشوف الاحتمال الاكبر ده اللي احنا بنقدر نكسب منه، ولكن طبعا وارد جدا يكون التحليلات مش دقيقة 100% كمتوسط عام. لكن الفكرة في سوق الأسهم أو في سوق البورصة إنك تطلع على المدى البعيد كسبان، هو ده الفكرة، إن احنا نحد من الخسارة مش إن احنا نمنع الخسارة، لأن ما حدش يقدر يعمل كده، وكل اللي بيعمل كده أنا ما أعتقدش إن هو بيكون صادق. طيب فأنا زي ما قلت أتوقع الاحتمال الأكبر في الحالة دي للهبوط. نتأكد من ده إزاي؟ برضه هتلاقي عندك في هنا قناة عرضية السعر ماشي فيها، ولو فتحنا فريم الخمس دقايق هتلاقي السعر ماشي جوه قناة عرضية اهي. نتأكد لما السعر ينزل. طيب لو كسر لصعود او عدى القناة دي من هنا كده، يبقى بدأت انا في الاحتمال الاكبر اللي كنا بنقول عليه ان احنا نكمل رحلة الصعود بتاعتنا. ولكن انا شايف وجهة نظري التحليلية ان حتى لو احتمال الصعود وارد، فده مش بنسبة كبيرة مش هيحصل على طول. هو هيحصل الاول لان السعر يخترق، بعد كده يرجع تاني يصحح، بعد كده يبدأ يرسم قناة تانية للصعود ويبدأ يعمل الصعود بتاعنا. في ناس هتقولي طيب انت كده حيرتنا، يعني هو هيصعد ولا هيهبط؟ السعر هو اللي بيقول، ولازم تتعود معايا لو ناوي تخش الكوميونتي على ده. السعر هو اللي بيقول انا داخل مرحلة صعود ولا مرحلة هبوط. لحد دلوقتي السعر ماشي معايا عرضي وفي اتجاه عرضي، عشان كده انا اتعمدت ان انا اجيب لك الكيس دي او الحالة دي، ما رضيتش اجيب لك حالة. في ناس كانت طالبة على فكرة تحليلات تانية، هتقدر تشوف البوست اللي منزلينه احنا قبل الفيديو ده. في ناس طلبت تحليلات تانية، ما رضيناش ان احنا او انا ما رضيتش ان انا احط التحليلات البسيطة دي، لان بمنتهى البساطة انا عايزك تستفيد زي ما بقول، عايزك تفهم الحالات الرخمة او الحالات الصعبة ازاي بان احنا بنحللها، او زي او امتى نخش في تحليل زي ده. طب في النهاية لو انا شايف وجهة نظري، لو انا قدامي تحليل زي ده هشتري منين؟ انا عن نفسي عادة ما بشتريش من مناطق عالية كده، يعني ده وجهة نظري الشخصية. انا ما بشتريش عموما المنطقة العالية دي، انا ما بشتريش منها. ليه؟ عشان الاحتمالات الكتيرة اللي انا عمال اقول فيها دي، في 50,000 احتمال. ولكن انا بحلل لمين؟ بحلل للي اصلا شاري، للي قلقان. يعني انا بحلل اللي اصلا شاري. فالاحتمال الاكبر عندي ايه دلوقتي؟ الاحتمال الاكبر عندي مرحلة هبوط، ده الاحتمال الاكبر. لحد فين؟ لا ده نقوله بقى كتحليل طبقا للفريم الكبير. فخلينا نبص كده، هتلاقي عندك وارد جدا يحصل هبوط قوي او هبوط حاد زي ما حصل قبل كده، لان الرينج او الماركت رينج بتاعنا على الفريم الشهري بيقول لي ان انا في حيز او في نطاق، خلينا نمسح ده كده، في نطاق المنطقة دي. فانا لما بوصل لها كسعر برجع انزل تاني. لما كنت هنا طلعت، ولما طلعت نزلت لحد عندها، ولما نزلت لحد عندها طلعت. فلما طلعت الاحتمال الاكبر، عشان كده بقول لك احنا بنشتغل احتمالات، ان يحصل هبوط الفترة اللي جاية. قرارك بالبيع او بالشراء ده قرار شخصي. احنا بنجتهد ان احنا نقول التحليل بتاعنا
وبنعلمك ازاي احنا بنحلل الحالات اللي زي كده. ولكن معذرة يعني قرار شرائك اصلا من البداية من منطقة عالية زي كده ما كانش قرار سليم او ما كانش قرار صح من الاول. شوف الفيديوهات الباقية اللي احنا عاملينها هتفهم ايه المناطق اللي احنا المفروض ان احنا بنشتري منها. تاني ادعمني بعد اذنك بلايك الفيديو، ولو حابب تدخل الكوميونتي بتاعنا هتلاقيني سايب لك لينك التليجرام بتاعنا اللي هنتواصل عن طريقه عشان ادخلك على الكوميونتي بتاعنا على ديسكورد. شكرا لكم.